السلام عليكم، مرحبا بكم معكم ماريا ديما مع الوصفات الرمضانية السهلة والسريعة التحضير. اليوم جيتكم أحبتي بوصفة البوراك التركي بأيادي جزائرية، وصفة سهلة مهلة وتحضروا كمية ما شاء الله في وقت قياسي. تبعوني غير خطوة خطوة، والبنة أكيد ما نحكيلكمش عليها تهبل. هيا نبداو، نقولوا بسم الله. لهنا في إناء واش حطيت كاس حليب دافي، زدت ملعقة سكر كبيرة وملعقة خميرة كبيرة تاع الكسرة، خلطتهم وخليتهم شوية يخمروا حتى يضاعف الحجم تاعهم. من بعد واش نزيدو ربع كاس زيت بنفس الكاس اللي نكيلو به كلش. لهنا انا قلت لكم كلشي اقتصادي، درت البيض في العجينه والصفار خليته باه يدهن بيه، مبقاش كل مره نكسر في البيض ونفزد فيه. نخلط بالفوي باه البيض يتحل. نلمها بالفارينه، كي نلمها بالفارينه ما ننساوش نحطوا الملح ونجمعها مليح العجينه، نخليوها شويه تلصق في اليد، شويه مش ياسر، المهم تكون متماسكه. نعجنوها شويه 10 دقائق ماكسيموم ونخليوها تخمير. احبتي نروحوا نحضروا مع بعضنا الحشو البنين، وكما تحبوا نتو ديروا الحشو اختياري. انا درت هذه الطريقه، جربتها عجبتني. لهنا شويه درت في المقله شويه زبده شويه زيت، حطيت سكالوب قطع، درت التوابل واش متوفر عندكم كيما تحبوا، الملح الفلفل الاسود بابريكا الزنجبيل قليته مليح كيما راكم تلاحظوا. في نفس المقله بعد اللي قليت فيها الدجاج نحيته، قليت البصله مقطعه شرائح، كي دبلت زدت لها جزر مرابي وتبلته شويه بالملح وخليته يبرد. شوفوا هنا بعد ما ضافت العجينه وخمرت مليح نهبط الخمور تاعها، وهنا قصدتها على كرات، درت 12 كره. والله نسيت قداه الميزان تاعهم، المهم اوزنوا العجينه تاعها كامله وقصوها على 12. هنا كل 4 كرات نحطوهم فوق بعضهم كشغل بيجيونا العجينه تاعنا مورقه. وهنا استعملت نشا مايزينا، درت كيما هكذا كما تشوفوا طبقه فوق طبقه، نديروا 4 طبقات فوق بعضهم وما نكثروش نشا ياسر من فضلكم. شوفوا كيما راكم تلاحظوا، نديرهم كامل فوق بعضهم 4 طبقات ونحلها بالحلال، ما هي خشينه ما هي رقيقه، باه يجينا البوراك التركي تاعنا مقرمش وبنين. كيما راكم تحلوها من احسن حلوها مستطيل ولا مربع، بنقدروا ما نحيوش الاطراف الحاشيه من المستحسن، فمبقاوش نخرجوا لي شيء ياسر. شوفوا لهنا بعد ما طرحتها بيان كيما راكم تلاحظوا الحشو هذاك كامل اللي قليناه واش زدت له، حطيت له دجاج وزدت له فرماج ليكيد وقطع اللي يحب يزيد تاني جبن الرابي كيما تفضلوا نتوما. احبتي الحشو اختياري، غير اعتمدوا العجينه هذه، جربتها سيتها جات روعه. خير من يديروا في بلاصه نشا زبده ولا سمن دايب باه زعما تتورق، بالعكس بنشا الكيف وما فيهاش لي دهن. شوفوا لهنا درت حربوش بالحشو كما قلت لكم، تقدروا تزيدوا تضيفوا هنا جبن رابي. انا حطيت القطع وهذاك الطري بزاف عليا. الروليوها لهنا دوره ونص فما تجيش بك عجينه، نقصها ونضغط هذيك الفتحه، نضغطها كامله باه ما تتحلش كما راكم تلاحظوا احبتي. يعني ساهل وبنين وزدي خرجت لكم كميه ما شاء الله، سيرتو للعائلات. نكمل بنفس الطريقه، ندير كيما هادوك الحرابش. وبالنسبه للاخر الصينيه كاين اللي تدهنها بالزبده وترشها بالفارينه، انا سهلت عليا الامر باه ما يلصقليش، درت بابي دي كويسون ورق الطبخ. شوفوا هنا احبتي ديما الحاشيه ما تخليوش العجينه ياسر، لازم تكون لاصقه مع الحشو باه ما يكونش عجين باك فارغ. شوفوا هنا كيما حطيت نكمل بنفس الطريقه. شوفوا جاتني ما شاء الله. شي الصفار اللي بقالي كانت عندي لا كريم فريش زدتها بتعطيني احمرار روعه. ندهن بها كومبلي
من قبل ندهن نقسمهم بالموس الى قطع باه نعرف كل وحده والحبه تاعها، تشبه كيما الخبيزات يعني رأيي، وندهنهم كيما راكم تلاحظوا أحبتي. تقدروا ديروا في بلاصة لا كريم فريش الحليب، شويه رشة فاني كيما تحبوا باه تحمر لكم واش متوفر عندكم. لهنا رشيت عليها السمسم، جلجلان والسينوش، واش متوفر عندكم ديروا. تقدروا ديروها بلا بيها، المهم سهلوه والبنه اكيده بربي ان شاء الله. وديجا حطيت الفرن يسخن، نطيبهم اول شي من التحت يحمروا، ومن بعد كنشعلهم من الفوق باه تدي، ونبقى نقلب فيهم باه تدي الوجه كامل دوغي. وهاي في الصحن التقديم. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، شهيتكم في الجنة وإن شاء الله تجربوها أحبتي. الوصفة هذه فريمون سهلة وبنينة. اللي متبعيني في الانستغرام والفيسبوك هاني هبطتها لكم، درت لكم فيديو ليها، ما تنساوناش بالدعم أحبتي. هيا نخفت لكم وحده، شوفوا ما شاء الله كيفاه خفيف ومورق، والحشو هذاك بنين فريمون بنين هايل. هيا نبقيكم على خير أحبتي، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.